الاهتمام ما بيطلبش يا جماعه في ايه؟ اصلا في علم علوم دايما بقول لهم احفظوا الاحياء، الاحياء حاسه اني مش هلحق، ما تحسيش تاني مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا زهراء، اهلا بكم فيديو جديد. طبعا انتوا عارفين انا بحب ارد على كل اسئلتكم ومش بحب اسيب اي حد، طبعا ده بياخد مني مجهود كبير جدا جدا، بياخد مني مجهود كبير، وخصوصا ان الترم التاني هيبقى صعب جدا عندنا. فحبيت انا اعمل الفيديو ده يرد على معظم الاسئله يعني، والاسئله دي جايه من انستجرام وفي شويه من اليوتيوب، كنت كتبت قبل كده على المنتدى هنا. فيلا بينا. اول سؤال من منى محمد: حاسه دايما ان مجهودي مش كفايه مهما ذاكر، حاسه اني مش هلحق. ما تحسيش تاني يا منى، ما تحس هتعملي ايه؟ ما تحسيش تاني، اعملي اللي عليكي للاخر. بصي طول ما فيكي النفس اعملي اللي عليكي. يعني مثلا انت وراكي درس بكره، ذاكري له واعملي اللي عليه، وزي ما قلنا قبل كده على حساب عدد الساعات، اتعلمي ازاي تنظمي وقتك بالطريقه دي بجد. لو انت اتعلمتي الطريقه دي في تنظيم وقتك تعرفي وقتك بيروح فين وبيضيع فين وبيعمل ايه. استغلي كل لحظه من وقتك واعملي مجهود، يعني بصي اعملي كل، يعني طلعي كل طاقتك، كل طاقتك طلعيها. حاول بقى ان انت مش تلحقي، ما تحطيش الفكره دي في دماغك ابدا. وان شاء الله تلحقي طالما انت بتعملي اللي عليكي. دايما ربنا يقول اسعي يا عبد وانا اسعى معاك، اعملي بس اللي عليكي وما تحسيش تاني، مش مهم تحسي. مريم حامد: ما فيش سؤال بس بحبك جدا، ربنا يوفقك ويحقق لك كل احلامك، احبك الله الذي احببتني فيه. شكرا يا مريم، يعني شكرا جدا بصراحه. خلود: ازاي بقى عندي صبر اذاكر واذاكر المواد الادبيه، ازاي بحس ان لازم احفظ نفس الوقت مش عارفه ليه؟ طب بصي يا خلود، اولا انت لازم تعرفي في المفاهيم، تسالي حد كان في ادبي ايه المفاهيم اللي ما كانتش حلوه والمفاهيم اللي انت محتاجه تحفظيها. مثلا في علم علوم دايما بقول لهم احفظوا الاحياء، الاحياء مفاهيمها كانت وحشه جدا. اعتقد انتوا عندكم كانت الجغرافيا برضو مفاهيمها ما كانتش حلوه. فشوفي الحاجات اللي انت محتاجه تحفظيها والمفاهيم اللي ما كانتش حلوه فيها احفظيها واضغطي على دي. وطبعا حلي، يعني حلك الوحيد هو ان انت تحلي كتير وتعرفي انت محتاجه تحفظي او لا. الحل طبعا هيعرفك انت ماشي صح ولا لا. فاسالي قوي عن المفاهيم اللي انت محتاجه تحفظها كويس. وعلى فكره ده مش شيء وحش، لازم تكون الماده عامه في دماغك، بس مش حفظ عن ظهر قلب، اللي هو حفظ صم يعني، لانك مش تحتاجيها كده كده المفاهيم تبقى معاكي، بس برضو الماده العلميه لازم تكون في دماغك. ساره: دكتور زهراء بحبك قوي والله، ربنا يبارك في حياتك يا رب، احبك الله الذي احببتني فيه. شكرا يا ساره. ممكن لو سمحت تقولي ازاي اوازن بين المتراكم والجديد؟ بصي توازن ازاي بين المتراكم والجديد؟ اولا جديد ذاكر الاول زي ما متفقين مع بعض ان هو جديد في الاول. المتراكم ده اولا طلعي كل اللي في دماغك، اللي هو تكتبي ورقه وقلم كل متراكم، كل ماده انا متراكم عليها ايه، وتقسميها جلسات مذاكره صغيره. او لما تخلصي الجديد اللي وراكي، يعني لما الجديد اللي وراكي ده يخلص مشيها جزء جزء. بصي التراكمات فكرتها ان انتوا بتحطوها قدامك ككتله كبيره، ما تحطهاش ككتله كبيره، قسموها جلسات مذاكره صغيره، وما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني الحاجه اللي انت ذاكرتيها صغيره ده ايه، كل يوم مثلا، لو كل يوم او كل يومين حتى اخدت جزء من القديم، جزء من القديم كل يوم. يعني مثلا أنا بذاكر فيزياء دلوقتي وانا كان متراكم عليا الفصل الاول، كل مثلا وانا مثلا دلوقتي في الفصل الرابع او في الحديثه، فلو كل شويه اخد من الفصل الاول ده حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه مع حاجه بسيطه على مدار شهر حتى هتكوني خلصتي كم كبير جدا. وكذلك بقى في كل المواد. وكنت عملت قبل كده فيديو عن ازاي الم التراكمات وامشي قديم مع جديد، انصحك جدا انك تشوفيه. رحاب: شكرا على الكومنت بتاعك الجميل ده بجد، شكرا ليكي، ربنا يبارك لك انت ويوفقك. جنى: انا كنت عاوز اسالك عن الفيديو اللي عملتيه بتاع تحدي المذاكره، كنت تقولي حاجه عن المنتدى بس هو فين؟ بصوا يا جماعه بجد انا ما كنتش اتوقع في حياتي ابدا، مش عارفين يعني ايه المنتدى. لو دخلتوا على الشانل هتلاقوا جنب البلاي ليست الكوميونتي اللي هي المنتدى، اللي هو زي البوست اللي بتتنشر، يعني ما تمشي على اليوتيوب مثلا تلاقي بوست كده طالع لك عن صانع المحتوى مثلا، هو ده المنتدى يا جماعه، في ايه؟ هو ده المنتدى. ريم: ازاي الواحد يحس انه مطمن وماشي صح؟ انا كنت عملت قبل كده فيديو عن ازاي تعرف انك ماشي صح. بصي عامه يا ريم، هو انت ما تراكميش اي حاجه دلوقتي، فتره حاليا ما تراكميش اي حاجه، وتمشي مع مدرسين كويس قوي وتحل كويس قوي وتزودي مجهودك اكتر واكتر وكده. وانصحك انك تشوفي فيديو. وايه اهم حاجه اتعمل في الفتره بتاعت شهر 2 و3 يعتبر اخر شهر منك، برضه عملت فيديو عن شهر 2 وده لازم تشوفيه، وكلكم بجد لازم تشوفوه. فيديو عن شهر 2، لان انا بجد يا جماعه كان نفسي جدا حد يقول لي الكلام ده. انا كان نفسي بجد حد يطمني وحد يعرفني بس محدش قال لي، فكنت بنهار. فمهم جدا تشوف الفيديو ده. انا فقدت الطاقه، كلنا والله كلنا فاقدينها، مش انت لوحدك. يا جماعه بجد اللي هو لازم تكونوا عندكم، لازم تكونوا فليكسيبل اكتر من كده. اللي هو بجد احنا كلنا بجد في حتى العالم كله برضو فاقد الطاقه وفاقد الشغف ومش حاسس ان هو قادر ان هو يكمل، وفي مشاكل كتير جدا بتواجهك وحاجات كتير جدا بتواجهكم، بس حاجه واحده بس اللي تحركك هو حلمك. طول ما احنا مستنيين الظروف المناسبة عشان نبدأ في أي حاجة وعشان ننتج عمرها ما هتيجي. الوقت المناسب هو دلوقتي، الوقت المناسب انك تبدأ هو دلوقتي، الوقت اللي انت أدركت فيه المشكلة هو ده الوقت المناسب انك تطور من نفسك وتعمل حاجات كتيرة جدا. فحوار انك فقدت الطاقة او حوار انك تتكلم مع نفسك بطريقة سلبية وتنسى الحلم اللي انت اصلا بقالك كام شهر تسعى علشانه، حوار فاكس وملوش اي 30 لازمة. كل اللي انتم محتاجين تعملوه دلوقتي اللي هو كلام ايجابي بس مع نفسكم، ما تفكروش في اي حاجة سلبية. اسعى، طول ما انت عايش اسعى، طول ما فيك الروح وطول ما فيك النفس اشتغل على نفسك، بس ما تفكرش كتير. كلنا فاقدين الطاقه، كلنا بنشتغل واحنا تعبانين، بس برضه هنوصل. اللي هو يعني خليك عايش بالكونسبت ده. احمد الدسوقي: ايه المجال اللي انت فيه؟
الاهتمام ما بيطلبش يا جماعة، في ايه كلية صيدلة في ايه؟ لا الاهتمام ما بيطلبش خالص. هو انا في كلية صيدلة بس يعني مش عارفة. احمد مرسي الدروس المتراكمة من اولى وتانية عشان اذاكرها في الاجازة كلها تفصيليا. بعيدا عن اللغات، بص عامة هو اللغات هي المتراكمة، يعني المواد العلمية عامة مش محتاجة انك اولى وتانية قوي، كل اللي انت محتاجه انك تتعلم ازاي تذاكر بس. لكن اللغات اهم حاجة الانجليش، الجرامر كله معاك كله، والكلمات الانجليش مهم جدا جدا، الانجليش كله معاك فمهم جدا الانجليش. والنحو جدا، النحو اصلا رابعه ابتدائي هتلاقيه في ثالثه ثانوي، من رابعه ابتدائي لحد ثالثه ثانوي. فالنحو جدا مهم، وطبعا البلاغه، النحو والبلاغه. فالنحو والجرامر والانجليش كله والنحو والبلاغه، وشويه فرنش، شويه فرنش مش قوي بس هو شويه. خليك في حالك حاضر. اولا ربنا يبارك لك ويوفقك بجد انك شخص ايجابي وبتدينا طاقه، شكرا ليكي مش عارفه مين بس هو شكرا. ثانيا وانا واقعه يعتبر في كل المواد وخايفه وبفكر اجل، ما تفكريش تاني، ما تفكروش يا جماعه، ايه بيفكر اجل دي؟ ما تفكريش تاني خالص خالص. وقع في كل المواد، الحقي نفسك والله والله بجد. انت لو استغليتوا الكام شهر الباقي دولت في انك تجتهد تسعى على نفسك وتشتغل وما تضيعش وقتك وتشوف الحاجه اللي بتضيع وقتك تلغيها تماما، مش تقول احاول، لا تلغيها خالص. واستغليتوا بس الفتره الباقيه دي، والله تلحقوا جدا كمان يعني. بروميس انك تلحقوا. طول ما فيك النفس، انا دايما بقول كده، طول ما فيك النفس كمل، ايا كان الوقت وايا كان الحاجه. ما تفكروش تاني، تفكير ان انا باجل، تفكير ان انا مستواي مش عارفة، ما تفكروش يا جماعه، مش مهم تفكروا. مريم محمد مش قادرة أذاكر خالص، وكل ما أقعد على الكتاب أبقى عايزة أنام، مش عارفة ليه كده، وأنا زهقت من نفسي بقيت بتنرفز جدا. بصي يا مريم، مش قادرة تذاكري خالص ومش قادرة تقعدي على الكتاب وعايزة تنامي، ظبطي نومك. أول حاجة تعملي ظبطي نومك، نامي بالليل وتصحي الصبح. أول حاجة لازم تبدأي يومك بدري. أصل أنت مثلا مش قادرة وما عندكيش طاقة، لو بدأت يومك متأخر هتكملي في النوم وهتكملي في اللامبالاة. فلازم لابد إن يومك يبدأ بدري. وزي ما بقول دايما يا جماعة، حلمك وهدفك هم اللي يحركوك. ما فيش. بصي الفترة اللي فاتت ما ذاكرتش فيها، الفترة اللي فاتت كنت متنرفزة ومتعصبة. تقربي من ربنا أكتر، أكيد أنت مقصرة في علاقتك مع ربنا، أكيد 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 مقصرة مع علاقتك مع ربنا. فصلحي علاقتك بربنا أكتر، واهتمي بمذاكرتك أكتر، وابدأي يومك بدري، ومعلش استحمليها، استحملي نفسك شوية. بصي من الآخر كلنا زي ما قلت احنا كلنا تعبانين. أصل طول ما ليكي حلم وطول ما ليكي هدف لازم تتعبي، طول ما انت عايز تنجحي لازم تتعبي. هو طريق النجاح يا جماعه طريق صعب. كونوا فلكسبل جدا ومريحين وراضيين كده، اللي هو انا عارف ومتاكد ان انا كل ده همر بيه، فخلاص انا دايس ماشي في طريقي. شهد احمد انت حليتي اسئله كتير في الاحياء، اسئله حفظ مصر وكتاب التفوق وكتاب امتحان وحاجات كده كتير، وبرده في الشامل لما بتحلي بتغلطي وهتفضلي تغلطي. بصي يا شهد، لازم تكوني متفقه دايما، وخصوصا احياء يمكن عن الفيزياء كمان، ان انت لازم تغلطي، ان كل بحس ان الفزلكه فيها تبقى نسبه عاليه شويه، الليفل بتاعها بيكون عالي. فحوار انك هتغلطي فلسه هتغلطي، وكمان تكوني عندك القابليه انك في الامتحانات الشامله ان شاء الله تغلطي كمان. بس طول ما انت متقدمه حاولي تقللي الغلط، يعني كل مره الغلط يكون اقل في اقل، وتعلمي من الغلط ده، الغلط ده تتعلمي منه، مهم قوي. بقيت سؤال شاهد ان هي كمان لما جيت تراجع لقيت ناسيه نفسها المنهج خالص. هو طبيعي ان انت لما تراجع تلاقي نفسك ناسيه المنهج، انت بتراجعي فتكوني ناسيه المنهج، فهتذاكري من الاول. هتذاكري من الاول، عشان كده بقول لكم يعني يا ريت لو تبداوا في المراجعه من بدري، وتحاولوا بقدر الامكان اللي هو ايه يعني بص احسن ما فيش. انت لما تيجي تراجع الباب ده او الكام درس اللي انت راجعتيهم دولت قدام، هتقدري نفسك. يعني انا متشكره يا نفسي ان انت استحملتي في رغم الجديد اللي انت فيه، ان انت راجعتي. انت هتقدري نفسك بس قدام ان شاء الله. فهو انت هتكوني ناسيه كله، هياخد منك مجهود وهياخد منك وقت طويل، ولكن هو مش شرط ومش فرض عليك. يعني طالما انت ذاكرتي الجديد عندك فرصه راجعي، ما عندكيش ما تراجعيش. تمام. سلمى علي، جبت درجات وحشه الترم الاول وزعلانه قوي ومش عارفه اعمل ايه. بصي سلمى، طالما انت في سنوات النقل، لو اولى ثانوي وثانيه ثانوي، انت تتعلمي ازاي تذاكري. انصحك جدا تشوفي اول فيديو على الشانل اللي هو ازاي تذاكري صح، انت لازم تمشي بالطريقه دي. اي حد جاي يتفرج عليك في اولى وثانيه ثانوي اسمعوا كلامي جدا، اسمعوا كلامي جدا، وتعلموا ازاي تذاكروا صح، وتعلموا ازاي تذاكروا بذكاء. صدقوني والله انتوا لو اتعلمتوا ازاي تذاكروا بذكاء هتقدروا تعملوا حاجات كتيره جدا في حياتكم، يعني انتوا بجد هتقدروا تعملوا حاجات كتيره، وهتقدروا اللي هو انا مش عارفه اوصفها لكم، بس بجد مهم جدا انك تعلمي ازاي تذاكري صح. ومعلش يعني الترم الاول جبت درجات وحشه، طبيعي انك هتزعلي. الترم التاني تطوري من نفسك وتتعلمي، وزي ما بقول لك نفذيه ونظمي وقتك زي ما قلت، نظموا وقتكم زي ما قلت بتاع. شوفوا فيديو تحدي المذاكره وازاي احسب عدد الساعات، هو اصلا الفيديو ده فكرته ازاي تنظم وقتك، فده افضل حاجه عن تنظيم الوقت، فشوفوها وتعلموها. عندي مشكله ان كل ما اذاكر اسرح وتركيزي بيقل. بصي انا كنت مريت فتره في ثانويه عامه كده، كنت مريت فتره ان انا دايما دماغي كان بيطلعني بره حوارات ثانويه عامه خالص، كنت بوديه في دنيا تانية. فكنت بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي، استعيذوا بالله بصوت عالي، يعني اقول اعوذ بالله، استعيذ بالله من الشيطان بصوت عالي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي كده بقوه، وادعي ربنا بعدها، قولي يا رب اهديني، وبعدين اذكر ربنا، اقعدي شويه استغفري، شويه صلي على النبي، اذكر ربنا شويه استغفري، فبالتالي دماغك هيربط السرحان والتشتت بذكر الله وبالدعاء، فمش هتسرحي تاني. يعني مره بمره تسريحك هيقل، السرحان هيقل،
وتركيزك هيزيد. فانا كنت عملت كده وبجد فادتني جدا، فيا ريت لو كلكم تعملوها لو انتوا بتسرحوا في المذاكره، واكيد كلكم بتسرحوا، فاعملوها بجد. ايه اللي شجعك تعملي فيديوز يوتيوب وكده، وهل اهلك موافقين على كده يعني؟ بصي، اللي شجعني ان كنت من قبل ما ابدا على اليوتيوب اصلا، ان كان ناس كتير بتبعت لي على انستجرام وعلى الفيسبوك عن مدرسين طبعا كتب عن المذاكره، طب ازاي اذاكر دي ومش عارفه ايه. كان كتير جدا ناس كانت تبعت لي على انستجرام وفيسبوك، كنت اقعد ارد عليهم، طبعا كان بياخد مجهود كبير. فهم شجعوني جدا بفكره ان انا اعمل شانل على اليوتيوب، وهم قالوا لي اسلوبك بجد حلوه، يعني هم حابين كده. فبالفعل اتشجعت وعملت كده. وكمان حاجه تانية، يعني انا اصلا من النوع اللي بيحب يقدم على السوشيال ميديا من زمان، يعني كنت بحب جدا ان انا اقدم على السوشيال ميديا يعني. فحسيت ان هي دي الخطوه المناسبه اللي لازم اعملها. وكمان يعني مش محتوى الساذج بقى بينتشر بطريقه ساذجه، يعني هو محتوى ساذج وبينتشر بطريقه ساذجه، ففي نفس الوقت مفيش داعي ان احنا نضحك ونفرفش ونكون مرحين جدا، وفي نفس الوقت نقدم حاجه مفيده، فاللي هو كواليتي، وفي نفس الوقت نكون، يعني انا حاسه ان هي حاجه كويسه، واهلي اكتر موافقين جدا. فهي الفكره بس ان في رساله عايزه اقدمها وحاجه عايزه اقدمها مهما كانت الصعوبات يعني. بس مروه حرفيا ما بقيت زي الاول خالص، وبقيت بذاكر يا دوب 5 ساعات. بصي يا مروه، الفتره اللي فاتت كنت بذاكر فيها 5 ساعات، خلاص هي فتره وعدت. دايما اللي فات مالكيش نصيب فيه. هقولها كتير، اللي فات مالكمش نصيب فيه. فاللي فاتت اللي ذاكرتي فيه 5 ساعات ده مالكيش نصيب فيه. بتنامي كتير، بتنامي 9 ساعات، خلي حد من اهلك مسؤول يصحيكي، ونامي 8 ساعات. انا مش شايفه بصي بصي نامي الوقت اللي يخليكي مركزه بقيه اليوم، وتناميهم بالليل، تصحي الصبح، امتحانكم يا جماعه هيبقى الصبح، فانتم مضطرين تركزوا الصبح. بلاش تقلبوا نومكم عشان ما يجيش فوق دماغكم في الاخر، هيجي فوق دماغكم والله. فناموا بالليل واصحوا الصبح، ونامي 8 ساعات كويس، وخلي حد من اهلك مسؤول ان هو يصحيكي. وكمان يا مروه، انت على فكره ما نفذتيش كلامنا لما قلنا في فيديو تحدي المذاكره بتاع تنظيم الوقت دي وازاي 7 ساعات. لو انت كنت عملتيها بجد وعملت فكره فروم 2 وتعرفي وقتك رايح فين وماشي فين، انت مش هتضيعي وقتك مع اخواتك ولا مع مامتك ولا اي حاجه، وهتحسي بقيمه الوقت اكتر بس لو حسبتيه. بصوا يا جماعه، لو انتوا عايزين تطوروا نفسكم في اي حاجه، تتبعوا الحاجه دي. فطبعا الحاجه الاداه او السلاح اللي بيخلينا ننجز هو الوقت. الوقت ده هو اقوى حاجه في حياتك واهم حاجه في حياتك. فعشان الوقت ده مهم قوي، فانت لازم تتبعه وتمشي وراه وتعرف هو بيروح فين وبيرجع منين. انا شايفه ان الطريقه اللي احنا عاملينها دي هي انسب حاجه. فشوفي فيديو تحدي المذاكره وامشي عليه، وبعد كده تعالي كلميني وان شاء الله يعني يكون نتيجه كويسه. ندى عثمان، انا بحبك قوي في الله، والله احبك الله الذي احببتني فيه. شكرا يا ندى. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى فعلا تكونوا استفدتم. ما تنسوش لو عايزين نعمل كده تاني اكتبوا في الكومنت، واعمل لك في الفيديو، واعملوا في اشتراك في القناه لسه ما اشتركتوش في القناه، وتشيروا الفيديو مع اكبر عدد ممكن. واشوفكم فيديو جديد. باي باي.